معاشر المسلمين، ويوم عرفة هو يوم العتق من النيران، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة. معاشر المسلمين، وهل هذا العتق من النار عام لمن حج ومن لم يحج؟ هل هذا العتق عام لمن حج ولمن لم يحج؟ الجواب: نعم، هو عام لمن كان في الحج وكذلك لمن لم يحج في هذا العام، لأنه قد قال ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فإن الله يعتق من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. ولفضل يوم عرفة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيامه، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية.